ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكوكيز الاقتصادي المقرمش. هتفرحي بيه اولادك، ينفع معاكي كده في اللانش بوكس. ومش بس كده، اقتصادي وطعمه حلو قوي، ومكونات موجوده في كل بيت. سهل وبسيط وهتقدري تعمليه دلوقتي. يا دوبك بس تشوفي الوصفه ان شاء الله تقومي تعمليها على طول. طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله تعتمديها. نسمي الله ونصلي على الرسول. ولسه اول مره تتابعيني، يا ريت ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. معايا هنا في الاول بوله هضيف فيها نص كوبايه من السكر البودره، ومعايا نص كوبايه من الزبده على زيت. تقدر تستخدمي زبده على زيت او سمنه على زيت، او زيت بس او سمنه بس اللي متوفر بالنسبه لك. معايا هنا بيضه بدرجه حراره الغرفه. طالما في بيض لازم يبقى موجود فانيليا، ده شيء اساسي معانا. انا هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. محتاجه كده احس ان السكر خلاص بدأ يدوب والمكونات كلها دخلت مع بعضها واللون بدأ يفتح معايا شويه. وصفة سهلة وبسيطة جدا، هتفرحي بيها اولادك، وبجد يعني مقدار بسيط هتقومي تعمليه على طول، مش هياخد منك وقت. انا هنا معايا المواد الجافة عبارة عن كوباية ونص من الدقيق منخول طبعا. ومعايا هنا معلقة صغيرة من البيكنج صودا، بس ما تبقاش مليانة قوي، او البيكنج باودر المتوفر برضو. ومعايا كده ايه رشة ملح او ربع معلقة صغيرة خالص. هقلب بقى كل المكونات. اي بسكوتات مش بتتعجن، يا دوبك بس بتقلبي كده تلمي العجينة لغايه بس ما الدقيق يختلط كده مع السوائل، يعني ديك العجينه بتاعتك، بس مش بنعجن عشان بس البسكوته ما تعضمش معاكي. مجرد بس تقليب كده لغايه ما الدقيق بتاعي يختفي. تقدري بقى تسيبي كده يبقى فانيليا بس، او لو عايزه تعمليه شوكولاته هنضيف عليه معلقه من الكاكاو. ولو هتسيبيه فانيليا هنضيف كمان معلقه من الدقيق. فاحنا هنعمل ايه بقى عشان طبعا كل واحد وذوقه ونرضي كل الاطراف. هنقسم الخليط ده لجزئين، جزء فانيليا وجزء شوكولاته. وانا ان شاء الله هسيب له كل المقادير في صندوق الوصف عشان ترجعي لها باذن الله تلاقيها موجوده. انا هضيف بقى على الجزء بتاع الكاكاو نص معلقه من الكاكاو الخام، والجزء الفانيليا هضيف عليه نص معلقه من الدقيق. وهنا نص معلقه من الدقيق على جزء الفانيليا. يبقى احنا كده عملنا فانيليا وعملنا الشوكولاته. وصفه سهله واقتصاديه وهتجربيها وهتعجبك باذن الله وتعجب اولادك جدا. هيدخل على درجه حراره 200، مش هياخد في الفرن حوالي ربع ساعه تكون خلاص جاهز معاكي. ان شاء الله هتجربيها وهتقولي رايك، وهستنى رايكم فيها في الكومنتات عشان ان شاء الله معانا وصفات سهله جايه باذن الله بالنسبه للمدارس هتعجبكم جدا. العجينه ما شاء الله جميله جدا، يا دوبك بصي بتكوريها. عندك بقى شوكولاته شيبس، عندك اي حاجه هتحطها عليها. والشوكولاته شيبس هما نوعين، في نوع حراري ده بيدخل الفرن، والنوع العادي ده بيسيح معاك. فانت طبعا لما تيجي تشتريه تقولي له انا عايزه نوع اللي هو الحراري اللي بيدخل الفرن. انا هنا بعمل كوره ما تكبرهاش قوي، يعني دوبك بس ايه حاجه بسيطه، لان هو برضو ايه بيزيد سيكه كده في الفرن، وتسيبي مسافه بين كل واحده والتانية. انا هنا هكور الفانيليا معاكم.
انا هخلص بقى كل الكميه بتاعتي واحطها في الصواني بتاعتي. العجينه ما شاء الله طريه ومفيش فيها اي تشققات وجميله قوي. يطلع معاكي كده كوكيز مقرمش من بره، طري فادج كده، تحسي انه فادج من جوه. انا كده خلصت، معايا الصواني بتاعتي جاهزه تدخل على الفرن درجه حراره 200. يا دوبك ربع ساعه كده وتبص عليه، يطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. بجد لونه تحفه، تسويه ممتازه. هتجربيها تعجبك جدا، واستنى رايك باذن الله. وصفه سهله وبسيطه، هتقومي دلوقتي تعمليها لاولادك على طول. مكوناتها موجوده في كل بيت، يا رب تعجبكم.